احتفالا باليوم الوطني للعلم، نظمت جامعة محمد شريف مسعدية يوم الثلاثاء 24 من أبريل الجاري احتفالية شملت مجموعة من التظاهرات العلمية والثقافية، معرض للكتاب على مستوى المكتبة المركزية، وتكريم للأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى أستاذ محاضر ألف ورتبة أستاذ، وتكريم للطلبة. نحتفي ككل سنة بيوم العلم، ونحن في مرفق للعلم، فالجامعة كل يوم فيها هو يوم للعلم. نسأل الله عز وجل أن ننفع وننتفع بهذا العلم. ألف مبروك على الترقية، ننتظر منكم الكثير والكثير، خاصة في إطار التصنيفات العلمية. كل عام وأنتم بخير، كل عام والجزائر بخير، كل عام وهذه الولاية المجاهدة بخير، كل عام والوطن العربي بخير. نرجو من الله عز وجل نصرا على نصر لإخواننا المقاومين. حصلت هذا اليوم على تكريم من السيدة رئيسة الجامعة بمناسبة حصولي على رتبة أستاذ تعليم عالي. نتقدم بالشكر للأستاذة البروفيسورة رئيسة الجامعة وكل الطاقم الإداري اللي سهر على هذه الاحتفالية. سررت جدا بتواجدي في هذه المناسبة اللي هي مناسبة عيد العلم في حفل بهذا المستوى. نشكر أيضا الطلبة على هذه المجهودات وعلى هذا التنظيم الرائع، وأغتنم الفرصة أن أقدم نصيحتي لطلبتي وأحبائي بالالتزام والمثابرة والاجتهاد، فطريق العلم هو طريق النجاح، وهو الطريق المستقيم، وهو الطريق الذي يمكن أن يحولهم إلى وصول إلى أعلى المراتب. شكرا جزيلا وسررت بذلك. اليوم تم ترقيتي إلى أستاذ تعليم العالي. نشكر المدير على هذا الاحتفال، كما نشكر جميع المسيرين ومقدمي الاحتفال. احتفال ناجح فيه عدة فقرات يعني جيدة. شكر المجهودات المبذولة من طرف الخلية الإعلام والاتصال لتمكينها من إحراز هذا النجاح. كما أقدم نصيحتي للطلبة: العلم ثم العلم ثم العلم. لا يعتمدون فقط على مواقع التواصل الاجتماعي لجلب المعلومات، وإنما الكتب بالدرجة الأولى اللي هي أغنى من جميع المصادر للمعلومات. اليوم كرمت لاستحقاق هو تحصلي على ترقية إلى درجة الأستاذية، وهذا بعد جهد وعمل لمدة 5 سنوات منذ حصولي على درجة أستاذ محاضر. وكللت اليوم والحمد لله، وأتمنى كذلك لزملائي الآخرين إن شاء الله أن يتحصلوا على هذه الدرجة العلمية التي هي في الحقيقة ينطلق منها الأستاذ لكي يبدأ مشاريع أخرى، مشاريع بحثية تفيد إن شاء الله جامعتنا، جامعة سوغهراس، وكذا ولاية سوغهراس، ومنها إن شاء الله وطننا العزيز وهو الجزائر، بلدنا الحبيب.